دماغك كيتعفن ببطء، بصمت، كل نهار وغير بشوية وانت ما حاسش. كتفيق، كتهز التليفون، تبقى تسكرولي فيديو ورا فيديو، ضحكة ورا ضحكة، محتوى فارغ وما عنده فاش يفيدك. كتحس براسك راك مرتاح، ولكن الحقيقة انك كتقتل فيك القدرة على التفكير، على التركيز، على الابداع. دماغك اصديقي ما كيتعفنش من قلة الاكل، كيتعفن من قلة المعنى، من الكسل الفكري، من انك تعيش حياتك كلها متفرج وماشي لاعب. وكل مرة كتسكت على فكرة ممكن تغير حياتك وكتبدلها بالسكرول، كتخسر جزء منك. العالم اليوم ماشي فيه نقص في المعلومات، فيه زيادة في الضجيج، وهذا الضجيج هو اللي كياكل دماغك، كيسرق تركيزك، كيشل حواسك، حتى تولي آلة كتستهلك بلا وعي. الدماغ ديالك ما تخلقش باش يعيش على الدوبامين ديال الشاشات، تخلق باش يبني، باش يخلق وباش يحلم وباش يحارب. غير اصدقائي الا خدينا اللوجيك، شحال هادي ولا كاع في جدودك كانوا كيفيقوا كياخدوا مكانش ديك الساعات تليفونات، كياخدوا واحد المهمه حتى كيسيليوها، كياخدوا منها الدوبامين وكيدوزوا المهام الاخرى. وملي كتبقى ساعات تتفرج في التفاهه، فاش توصلك الفكره تبني مشروع تطور بمعنى التغيير، كتحس بالكسل، تحس ما فيكش الطاقه. هذه هي اعراض تعفن الدماغ. رجع النشاط، رجع الفضول، ورجع التفكير. قرا كتاب، تحرك، ناقش، خدم، تعلم. غادي تحس بواحد الاحساس اللي نقي، احساس انك رجعتي للحياه. اللي كيموت في هذا العصر ما كيموتش بالجوع ولا بالفقر، كيموت بتعفن الدماغ، كيموت من اللي يرضى يعيش مبرمج وغير كيتفرج خالي من الإرادة. وقف وبدل الاتجاه صديقي، نقي دماغك من الزحام ديال الإدمان، من السطحية، خليه يرجع يخدم كيما تخلق، القوة والوعي والطموح. دماغك راه جهاز قوي يقدر يصنع المستحيل، ما تخليهش يتعفن وانت باقي حي.